السلام عليكم أحبابي وأصدقائي، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا ومشاركة في نجاحنا. نحن في انتظاركم ومشاركتكم. هل تخيلت يوما من الأيام أنك تأكل الحشرات؟ نعم، فهناك حشرة تأكلها يوميا وأنت لا تعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح الربح وجمع الأموال أهم من النفس البشرية التي قد يتسبب إهمال الشركات وخاصة المنتجة للمواد الغذائية في تدميرها. ففي الفترة الأخيرة تم الكشف عن أن بعض المطاعم تستخدم لحوم الحمير في تقديم الطعام ولحوم الكلاب والقطط. حتى العصائر التي تباع في الأسواق عبارة عن فواكه فاسدة مصابة بالعفونة، حيث يضيفون عليها ألوان ومنكهات تغطي على طعمها. واليوم سنعرض لكم معلومة خطيرة وغريبة، حيث قد انتشرت مؤخرا أخبارا عن حشرة نأكلها ونحن لا نعلم. تلك الحشرة هي حشرة صغيرة تسمى الكوشونيل. تعيش وتتغذى تلك الحشرة أو الخنفساء الصغيرة على الصبار، وبمجرد سحقها يخرج منها اللون الأحمر، وكان يستخدم ذلك اللون في صبغ المفروشات، والآن أصبح يستخدم في صبغ الأطعمة، وذلك لتميزه بلون أحمر أرجواني شديد. ولقد لجأت بعض شركات المنتجات الغذائية إلى استخدامه أو كتابة الرمز الدال عليه على العبوات باسم E120 بدلا من كتابة اسم الخنفساء كوشينيل، وهو عبارة عن مركب يسمى E120 كما أطلق عليه المنتجون. ويوجد هذا المنتج في بعض المنتجات مثل اللانشون، الهمبرجر، اللحوم المعلبة، حيث إنك إذا قمت بشراء أي من هذه المنتجات فيجب عليك التأكد جيدا أن هذه المنتجات لا تحتوي على هذه الحشرة التي يستخدمونها لإعطاء اللون الأحمر للحوم ويجعلها تبدو كأنها طازجة. وعليك أيضا ألا تنسى قراءة مكونات الطعام الذي تشتريه، فإذا وجدت رمز E120 فتأكد أن هذا المنتج يحتوي على مسحوق هذه الحشرة كاملة داخل الطعام. كما توجد أيضا هذه الحشرة في حلوى الأطفال الملونة والمعلبات، ولقد تم منع استخدامها في بعض الدول، حيث إنها تسبب أمراض الحساسية والأمراض المسرطنة. اشترك معنا في القناة ليصلك كل جديد ومفيد. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك.